معانا رسالة صوتية نسمع. أنا عندي 30 سنة. مشكلتي إنه أهلي أذوني جدا جدا، خلوني واحدة ما بعرفش أخد أي قرار. أنا دايما مترددة، كل ما كنت بطلب أي حاجة كانوا لازم يقولولي لأ. يعني مثلا لو هشتري هدوم وفستان عجبني يقولولي انتي لا بتعرفي تختاري ولا أصلا بتفهمي الخامات، ويختارولي هم على مزاجهم. لما جيت أدخل ثانوي كان نفسي أدخل علمي، قالولي هيبقى أعلى من قدراتك بكتير، وأصروا برضو إن هم يدخلوني أدبي. ولما ما جبتش مجموع كويس قعدوا يقولولي أصل انتي إنسانة فاشلة. ولما جيت أختار كلية قالولي لا مش هتنجحي فيها، ودخلوني معهد. بدأ يتقدملي عرسان للجواز، كل ما كنت ابتدي أحب واحد ووافق عليه هم يرفضوه ويقولولي هو انتي فاكرة نفسك أصلا بتفهمي؟ اختارولي عريس اتخطبت له، وبرضه لما لقوني ابتديت أحبه فسخوا الخطوبة. ولما سألتهم ايه السبب قالولي انتي مالكيش دعوة خالص. أنا بقيت مترددة ومهزوزة، مش واثقة في نفسي، والأكتر من كده إن أنا بقيت بكرههم، ودخلت في حالة اكتئاب فظيع. قولولي أعمل إيه؟ هو اللي انت فيه مش حالة اكتئاب، انت اللي فيه حالة غضب. انت عندك غضب عالي قوي. الأهالي بتتخيل إنها بتفهم أكتر من أولادهم في حياتهم، بس حياة ابني أو بنتي مش لازم تكون نسخة من حياتي، ومش شرط اللي شفته في حياتي هم كمان يشوفوه. ادوهم فرصة يختاروا. لو ابنك عنده 2 وقدامه كورتين، اختار واحدة سيبه يختارها. هو ايه يعني؟ ولو اختارت البنت فستان مش حلو قوي، طالما ان هو مناسب، يعني مش مخالف العادات والتقاليد، هيجرى ايه؟ هو اول فستان ولا اخر فستان في حياتها؟ ما تسيبوها تجرب في الحاجات اللي مش هتخسرها حاجة تندم عليها. لما تيجي تقولك انا عايزة ادخل علمي وانت شايف انه ادبي، ما يجراش حاجة لما تقعد تتكلم معاها ما اقتنعتش دخلها أدب يا سيدي. سقطت سنة حتى، إيه المشكلة؟ سيبوها تتعلم. إحنا على طول خايفين إن الولاد يفشلوا، ما يطلعوش الأوائل، يعيدوا سنة. الموضوع مش كده، أهم من ده كله شخصياتهم. هي مش هتعيش عمرها كله في المدرسة. ما يجراش حاجة، سيبوها تجرب أو سيبوه يجرب. الجزء بتاع خطيبك الأخير ده اللي هم مشوه عشان انتي حبيتيه، لا، هي دي لا. هم أكيد فعلا لقوا في حاجة ما يصلحش ليكي وما حبوش يعرفوها لك، بس نتيجة إن ده الاتيتيود بتاعهم طول عمرهم وطريقتهم خلاكي تحسي إن هم برضو بيتحكموا فيكي. فالحتة بس دي بتاعت خطيبك اللي قالوا عليه وحش وخلوكي تسيبيه، مش عشان حبيتيه، عشان ما يستاهلش تحبيه. تعملي ايه دلوقتي؟ تعملي حاجتين. اول حاجة تقرري بينك وبين نفسك انك لما ان شاء الله تتجوزي وتخلفي تدي قرار لاولادك، تعملي عكس اللي اتعمل معاكي. وبالنسبة لمامتك وباباكي، المشوار في البيت قرب يخلص خلاص، انت دلوقتي مستنية العريس. ركزي قوي في اختيارك للعريس، بس اسمعي لهم، لان مش معنى انك هتختاري او ان هم اختاروا لك ان كلامهم كله غلط. لا، اسمعي لهم وركزي وفكري صح، لانك انت الجوازة الصح هي بالنسبة لك مخرج وبداية حياة جديدة تاخدي فيها قرارات سليمة. وبقول للمرة الأخيرة، سيبوا ولادنا يختاروا. زمان كنا بنقعد نسمع لأهالينا، دلوقتي احنا محتاجين نقعد نسمع لأولادنا. مفيش وقت هم يسمعوا لنا، يا ريت بس يدونا الوقت
ونسمع لهم احنا. أنا لحضراتكم مرة تانية ومعانا مداخلة. اتفضل أو اتفضلي. مساء النور يا فندم. أنا باختصار حياتي اتدمرت واتخربت بسبب أمي. كنت متجوز ومستقر وعندي ولد، وكانت أمي كل شوية تتريق على مراتي وتعيب عليها وعلى أكلها ولبسها. وكمان غلطتي إني كنت بفضفض مع أمي بحاجات بتحصل بيني وبين مراتي. كانت كل ما تزورنا تخلينا نتخانق مع بعض، لغاية ما كرهت مراتي وهي كمان كرهتني، وبقينا على طول عايشين في خلافات وخناقات، وفي النهاية اتطلقنا. وبسبب اللي حصل أنا تعبت نفسيا وجسديا، وأمي اللي المفروض أكتر حد بيحبني ما كانتش بتعبرني ومرضتش تخليني أعيش عندها. اتحججت وقالت أنا يا دوب بخدم نفسي، روح شوف لك حد يخدمك. قعدت أفكر في حياتي، لقيت نفسي ظلمت ابني وظلمت ابني. حاولت أصلح غلطتي وأرجعهم تاني، مرضيتش وراحت اتجوزت. صدقيني أنا هموت من الندم. كرهت أمي وكرهت نفسي وأهملت شغلي وحياتي، شبه انهارت تماما. مراتك حتة منك. اللي يقول لمراته يا هانم بيستنوها على السلالم. ما تقلش من قيمة مراتك قدام والدتك. انت مش عيل صغير رايح تشتكي لماما. ما بقولش ان احنا ما نحكيش حاجة لأهالينا، بس لما نحكي يا اما نحكي بما يرضي الله، او قدام اللي بنشكي عليه يا ما نحكيش خالص. مامتك ما سمعتش حاجة غير منك، وفي نفس الوقت اللي بتتريقوا على أكلها وشربها ولبسها، هي يعني في يوم وليلة اتبدلت؟ ومين قال إن أكلكم أنتوا وشربكم أنتم ولبسكم أنتم هو اللي صح؟ أنت اتصرفت غلط. هي طبعا مش هترجع لك تاني، لأنها قبلت إهانة كتير قوي، وغير كده هي ما فيش مجال إنها ترجع، هي اتجوزت. بس عموما احنا ما بنندمش على الخبرة. أكيد اللي حصل في حياتك ده له ميزة. ربنا ما بيعملش حاجة وحشة. اتعلم. انت ان شاء الله هترتبط تاني، او هتربي ابنك، او هتقول لصاحبك، هتنقل تجربتك. التجربة دي بتقول ان انا جوه بيتي انا الوحيد اللي شايف صح. وبالنسبة لوالدتك او اللي بالنسبة لكل الامهات، انا مقدرة انكم بتحبوا ولادكم، بس بالراحة. مش دايما ولادنا صح. احنا بنبقى عارفين ان ولادنا غلط، بس احنا بنكابر. لما يقولك حاجة قولي له ما يمكن كذا وكذا، لأن يوم ما يبقى سعيد انت أسعد واحدة. عمرك ما هتبقي سعيدة وابنك تعبان. حاولي تخليه سعيد، حببيه في مراته، خليه يحب بيته. حتى لو مراته مش هي اللي كنتي بتتمنيها يا ستي، هو اتمناها وربنا اداله اللي كان عاوزها. سيبيه يتمتع بحياته. مفيش داعي تأذوا ولادكم من غير ما تعملوا حساب الأذية دي إنها هتوصلهم لخراب بيتهم.